بعد أسبوع من وفاة حسن يوسف غرقا في الساحل الشمالي. بعد أسبوع بالظبط فاجئ شقيقه عمر الجميع بقرار مفاجئ. إيه هو القرار المفاجئ ده؟ هو قام بتسويد حسابه على تطبيق انستجرام، وكمان عمل على غلقه على المستوى الخاص، وقرر انه يبتعد عن السوشيال ميديا بعد وفاة اخوه عبد الله. وقبل كده الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية قال ان اخر كلمات الفنانة شمس البارودي وحسن يوسف لابنهم قبل وضعه في القبر مع مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، إنه سمع السيدة شمس البارودي وهي تقول له أثناء الدفن: إنما تراه هذا هو الكفن، ولكن ابننا عبد الله بين يدي الرحمن. وكمان قال إن اللحظة دي قاسية جدا، وهي أعلى قيم من قيم الإيمان، فالملائكة تؤمن عند هذه اللحظة. السؤال هنا: يا ترى عمر حسن يوسف عمل كده انفعال وقتي عشان حزين على اخوه، ولا فعلا ده قرار نهائي مش هيرجع فيه للسوشيال ميديا والاعمال الفنية تاني؟ طبعا الايام هي اللي هتجاوب على الاسئلة دي. لو اول مرة تشوف قناتنا يا ريت ما تنساش الاشتراك واللايك والكومنت. سلام.